تفتكروا مشروع ضخم زي المتحف المصري الكبير اتعمل بس علشان نعرض آثار؟ الحقيقة إن ده مشروع اقتصاد وسياحة وصورة مصر قدام العالم، مش مجرد مبنى. هاني جنينة الخبير الاقتصادي قال إنه حسب المعونة اليابانية تكلفة المتحف وصلت تقريبا ل 1.2 مليار دولار، والجزء الأكبر اتغطى بقرضين من اليابان بقيمة حوالي 800 مليون دولار وبفايدة مش بتعدي 1.5%. يعني تمويل عالمي محترم وبشروط ممتازة. نيجي بقى للأرقام والمكاسب، إن لو المتحف دخلوا في المتوسط 5000 سائح أجنبي يوميا وسعر التذكرة 25 دولار، يبقى الإيراد السنوي من التذاكر حوالي 45 مليون دولار. بس هو السائح جاي علشان يدفع تذكرة ويمشي؟ طبعا لأ، ده بياكل وبيشرب وبيشتري هدايا، بيركب جمل وحصان ويعيش تجربة كاملة حوالين الأهرامات والمتحف. يعني لو افترضنا ان متوسط تكلفة اليوم حوالي 100 دولار للفرد، وده طبعا رقم قليل جدا بالنسبة لمكان عالمي زي ده، فالإيراد السنوي هيوصل لحد 200 مليون دولار تقريبا على الأقل. غير انه في نقطة أهم كمان، منطقة الأهرامات كلها هتطلع مستوى أعلى أب سكيل، يعني خدمات أحسن، أسعار أعلى، واستثمارات أكبر، وكل ده بيفيد البلد وأهل المنطقة طبعا قبل أي حد. انت بقى قول لنا، هتحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ولا لأ؟ هستنى رأيكم في التعليقات.